امبارحة اختصرنا عليك كتير أمور ووعدناكم إنه نحن نجيكم اليوم في معلومات من جنديرس. يلا تفضل. الكارثة طلعت أكبر بكتير بأضعاف مضاعفة مما حكيت لكم. لا جنديرس بتدخل على أول ما تدخل على مدينة جنديرس بتحس فعلا داخل على مدينة مثل نهاية العالم أو ماشي. وضع مرعب صراحة، مرعب جدا يعني. عم نحكي عن 220، هي إحصائيات اللي نزلت هلأ من المجلس المحلي. عم نحكي عن 220 بناء مدمر بالكامل. طبعا نحن شفنا هون الأبنية الطابقية هي مثلا 5 طوابق، انت بتشوف ال5 اسقف فوق بعضها والعوائل بيناتها. هلا في المجلس المحلي في جنديرس البيان اللي نزلوا عن 3907 عوائل، تمام، هدول تحت الردم. فنحن حتى الان الموثقين هن 580 وفيه، 3907 عوائل هدول اللي نزلوا المجلس المحلي اللي تحت الأنقاض توثيق الوفيات حتى الان. مذهول يعني، حاسس إنه أنا مثل مضروبة بنووي أو شيء. 580 وفية حتى الآن في جنديرس لوحده، ونحن نحسبهم عند الله عز وجل من الشهداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وشهيد الهدم شهيد. الأرقام ضخمة جدا، الأرقام مرعبة. حارم لوحده فيها ما يقارب المتوقع هو 1000 شهيد في حارم لوحده في مدينة حارم، تمام. يعني الارقام مرعبه جدا، ولكن اللي عم يتم توثيقه حتى الان، اللي عم ينتشر هو اللي عم يتوثق بالاسم. يعني نحن مثلا في مدينه جنديرس عندنا 3907 عوائل، تمام. هدول قديش بيعملوا من المدنيين؟ تمام، اعتبرهم 20000، تمام. يعني هدول قديش في ناس تحت الانقاض؟ اذا اللي توثق منهم 580 فقط. البقيه ما انحكى عنهم انه وفيات، لانه لسه عندنا امل انه ان شاء الله رب العالمين بيطلعوا كلياتهم احياء. خلى عنا العالم كلياته، تسكرت المعابر، متنفسنا الوحيد اللي هو باب الهواء تسكر فيه وجهنا، انخنقنا تمام، خنقونا يعني اعدمونا، تمام. ما بقى في حدا يأزرنا، ما بقى في حدا. طيب يا اخي ما تساعدني انت منكوب، الله يكون معك كتركيا، تمام. ولكن افتح لي المعبر، خلي الدول او الناس الشعوب اللي بدها تساعدني تقدر تساعدني. خلي السوريين اللي مثلا عم يبعثوا اغراض، عم بدي يبعثوا اليات، بدي يبعثوا شيء، اسمح لها تمر لعندي، بس خليني طالع اطفالي من تحت الردم، خليهم يتنفسوا. نحن ما بدنا اكثر من هيك، تمام. لكن عتبنا كبير على الشعوب، عتبنا كبير على الدول الجوار، على الدول العربية، على الدول الإسلامية. يعني نحن في لنا عليهم حق الأخوة في الدين، حق الأخوة في الإنسانية، حق الأخوة في العروبة، حق الأخوة في كل